نهار 3 جويلية 2023 مع نص نهار وربع شد الطريق مأمور ضابطة عدلية بحث للسجن المدني بالمرنقية. الموضوع تنفيذ تعليمات، المطلوب سماع المعتقل جوهر بن مبارك كمشتكى به. تحب تفهم تبع الرجل. جوهر بن مبارك أستاذ جامعي في القانون العام من عام 1993، مختص في القانون الدستوري ونقي سابق العدلية، جوست موقوف على ذمة قضية تآمر على أمن الدولة. مع هذوكم اللي عرضوا سيدنا بعد 6 شهور في الحبس جاوه بحاثة باش يسمعوه، مش في قضية تآمر، لا، في شكاية جديدة وبوصفه متهم الشاكي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. شبيها ليزين التآمر ما يكفيش. نهار 28 أكتوبر 2022 حضر جوهر بن مبارك في برنامج تلفزي على قناة الزيتونة، قدم موقفه من الانتخابات التشريعية لسنة 2022 وقال: لا نعتبرها محطة سياسية، نعتبرها محطة انقلابية، يعني هي مرحلة من مراحل الانقلاب. اليوم عنا في الخارج انطلقت مهزلة انتخابية، 7 يعني دوائر ما فيهاش منافسة، يعني مرشح واحد. تصريح ما تعداش في تلفزة كهو، كيما القنوات الكل عندها سنين يهبطوا زاد البرامج متاعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها اليوتيوب. أعوان هيئة الانتخابات وهما يرصدوا في الجرائم والمخالفات الانتخابية تفطنوا للبرنامج التلفزي هذا، واعتبرت الهيئة أنه جوهر بن مبارك تعمد نشر أخبار زيفة من شأنها المساس من سلامة ومصداقية المسار الانتخابي والمساس بالنظام العام، واعتبرت أنه التصريح هذا فيه تضليل وتأثير على الرأي العام وعلى الناخبين. نهار 12 ديسمبر 2022 الممثلة القانونية بتفويض من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبت معاينة رقمية وحرت شكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وكيل الجمهورية أحالها على الإدارة الفرعية لمكافحة الجرائم، تحديداً الفرقة الثالثة للحرس الوطني ببن عروس، نهار 19 ديسمبر 2022. السماع صار في 3 جويلية 2023، يعني بعد 6 شهور و14 يوم باش سمعوه. بالك بعثوا له استدعاء وما مشاش؟ لا، هو سيدي جاء محل المخابرة متاعه المرنقية. البحث دام 39 دقيقة. جوهر بن مبارك قال فيه: هذا مش إشاعة، هذا تقدير سياسي وتقدير صحيح. وزيد رئيس الجمهورية نفسه شكك علنا في مصداقية الانتخابات وقال إنه الفساد نخرها ووعد بتغيير القانون المنظم لها قبل إجرائها، وما صار شيء. حتى النتائج الرسمية أثبتت عزوف 89% من الشعب التونسي عن المشاركة. بن مبارك قال زادة إنه الكلام هذايا أنا قلته في تصريح تلفزي مش على أنظمة التواصل والاتصال، واعتبرت الهيئة إنه هذا ما هو شرعي، هذه إشاعة كاذبة وما هوش إشاعة عادية، لا، إشاعة هدفها الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام. ومش كان الهيئة عندها الرأي هذا. النيابة زادة اعتبرت أنه التصريح ما هوش تلفزي خاطر المعاينة تمت على اليوتيوب، وأنه الفيديو عمل جدل واسع على خاطر عمل 1811 مشاهدة و37 استحسان، يعني لايكس. ملا كان يشوفوا فيديوهات قناة التاسعة. رئيس الهيئة طلب في الشكاية إحالة جوهر بن مبارك على الفصل 24 المرسوم 54 والمرسوم 115 وزادوا فصول جزائية أخرى. زعما شقالت المحكمة؟ المحكمة قالت حرية التعبير مبدأ دستوري ومكفولة، أما ما تكفرش منها خاصة في التلفزة. يعني أحكي حرية الرأي جوها به، أما بينكم وبين روحك. واعتبرت الدائرة السادسة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس أنه جوهر بن مبارك فعلاً تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار زيفة، وأنه نية المتهم كانت النشر قبل تثبت مساحة الأحداث، وأنه اللي قاله يمثل تشهير بالغير وتشويه سمعة وتحريض على الاعتداء ونشر خطاب الكراهية. وقالت المحكمة أنه استعمال لفظ مهزلة هو في حد ذاته تشهير بعمل الهيئة، وحكمت عليه ب6 شهور حبس ابتدائياً. النيابة العمومية استيفت الحكم مش على خاطر الدفاع على حرية التعبير، أما قالت إنه المتهم صاحب سوابق وإنه العقوبة غير متماشية مع خطورة الفعل، والردع لازم يكون أقصى، وإنه التخفيف يتعطى كان للي ماهوش إرهابي. وهذا تصب نهار 27 مارس 2024. أي تشابه بين اللي تقال توا من أحداث وشخصيات وبين الواقع هو محض الصدفة، والصدفة هذه باش تتعاود. الخيال بريء من كل ما ورد، الواقع وحده متهم واللي فما. أما يقعد السؤال: قداش فما مجاور في تونس؟